مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ام علي. هنعملها بطريقة حلوة جدا جدا، لا هيكون فيها ملفيه ولا هيكون فيها رقاق ولا هيكون فيها عيش. هنعملها كده بطريقة حلوة جدا جدا، بحاجة بتكون موجودة عندنا في الفريزر. هنطلعها ان شاء الله وهنعمل بيها احلى طواجن ام علي زي ما انتم شايفين. بجد طعمها تحفة جدا. اعملي حاجة حلوة لولادك بأقل التكلفة. طبعا احنا دلوقتي الجو ساقع جدا، فطبعا عايزين ندفي ولادنا وفي نفس الوقت ندفي نفسنا. هنعمل احلى ام علي بطريقه بسيطه وسهله، وبجد نتيجه تحفه جدا. اللهم بارك. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ بجد تحفه. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. جزاكم الله خير يا رب. يلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف هنعمل ام علي النهارده بايه. بسم الله. وهنا معايا لفة من الجلاش. شايفين بقى ما شاء الله الكمية اللي احنا عملناها دي كلها بلفة واحدة بس من عايزة اقول لكم ان انا كنت اول مرة اجرب ام علي بالجلاش، بس الصراحة طلعت جميلة جدا جدا ورمت معايا ما شاء الله اللهم بارك ياما. هنا بقى زي ما انتم شايفين هقطع كده لفة الجلاش زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنفرفرها كده بقى من بعض علشان هتدينا ما شاء الله كمية جميلة جدا جدا. وهنا انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 علشان بقى نحط كده الجلاش يتحمر كده وهيبقى جميل جدا جدا. معايا معلقتين كده من الزبده زي ما انتم شايفين، حطيتهم كده على الجلاش وهقلب كده وهدخله الفرن، وهيديني لون حلو جدا. الزبده كمان هتديله لون حلو جدا زي ما انتم شايفين، تحس ان هو لونه كده لون البصل، كده لون البصل الابيض والاحمر. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا جدا. وهنا معايا بقى كده الطواجن ديت حلوة جدا. الطواجن دي كل واحد كده ياخد له طاجن ويكون كده سخن ما شاء الله اللهم بارك تحفة. هنا بقى معايا كده كمية اللبن طبعا اللي انت تحبيها. انا هنا معايا كده كيلو من الحليب، ومعايا هنا معلقتين كده من الزبدة، ومعايا كيس من الفانيليا، ومعايا كوباية الا ربع من السكر، لان احنا ما شاء الله هنعمل كمية. وهنا معايا كده زي ما انتم شايفين دي قشطة، بس انا طبعا كنت حاطاه على البوتاجاز يعني وهو سخن كده تسيح شويه. وحطيت معلقتين هنا كده وهقلب بقى بالمنظر ده. وهنا اللبن طبعا سخن جدا، يعني اللبن اغليه علشان يديكي نتيجه افضل. وهنا معايا زبيب وجوز الهند كده، معاكي بقى سوداني مكسرات، يعني عايزه اقول لكم هتديها بجد طعم حلو جدا. بس انا مش حابه ان انا احط دلوقتي سوداني او مكسرات، هنحطه بعد ما نحط اللبن علشان يفضل مقرمش معانا وطعمه حلو. وهنا بعد ما حطينا زبيب وجوز الهند نزلنا كده بالقشطه كده زي ما انتم شايفين، معلقتين كده على الوش. ما شاء الله هيكون طعمها حلو ولونها كمان حلو زي ما انتم شايفين. شايفين ما شاء الله شكله يعني عايز يتاكل كده وهو ني اللهم بارك. وهنا معايا بقى الحليب سخن جدا، وانا بقى مولعه الفرن زي ما قلنا على درجه حراره 180. هنحط بقى اللبن هنا، هنغطي بقى الطاجن كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا. حطي بقى السوداني او المكسرات على الوش، ما شاء الله هيطلع طبعا الطاجن جميل جدا. وفي نفس الوقت المكسرات هتكون مقرمشه مش هتكون طريه. لو حطيتيها وحطيتي اللبن عليها هتديكي طريان شويه، لو انت حطيتيها في الاخر هتلاقيها ما شاء الله جميله جدا. بعد ما تحطي اللبن ضيفي بقى المكسرات او ضيفي السوداني. طبعا بعد ما نطلع بقى الطاجن كده ويجي يتاكل هتحسي ان هي مقرمشه، يعني المكسرات او السوداني مقرمشين، مش هتحسي بيهم بحته طريان ولا اي حاجه. هنا هدخلهم الفرن ونشوفهم اول ما يخرجوا من الفرن شكلهم عامل ازاي. شايفين ما شاء الله وهم نايين تحفه بجد ما شاء الله، وريحتها بجد قلب الشقه يعني ما شاء الله. دفي ولادك بقى في الشتاء كده واعملي لهم حاجه حلوه. هنا بقى بعد ما طلعت الطواجن كده اللهم بارك ما شاء الله عطتنا كمية حلوة جدا زي ما انتم شايفين. وهنا كان عندي الاطباق ديت، قلت بقى اعمل فيها بدل ما اعمل في طواجن تانية لا وبرده ما شاء الله زيها زي الطواجن. انا عايزه اقول لكم للامانه هي طلعت احلى كمان من الطواجن، لانها ما شاء الله اتحمرت من تحت ومن وفي النص كانت طريه، يعني بجد كان طعم رهيب اللهم بارك ما شاء الله. حابه بقى ان انت تحطي قشطه على الوش تاني حطي، حابه تضيفي اي حاجه على الوش براحتك، بس انا استكفيت كده بالطاجن وباللي انا حطيته فيه. بصراحه الطعم كان خطير اللهم بارك ما شاء الله. طلعت جميله جدا جدا وبجد يعني جدا ما شاء الله. انا كنت الاول بعمل بالملفيه
لكن بصراحة قلت لا انا هجرب وهشوف. الجلاش ده فكرته حلوة جدا جدا بجد، جربوا الطريقة جميلة جدا جدا، اللهم بارك ما شاء الله، والطعم تحفة، وشايفين كمان شكلها بجد جميلة جدا. أم علي من الحاجات الجميلة اللي تديكي طاقة طبعا في الساعة اللي احنا فيها، مغذية جدا جدا لولادك وليكي ولكل ضيوفك لما يجوا كده ويدوقوها، بجد تحفة جدا اللهم بارك. شايفين ما شاء الله شكلها بجد جميل وطعمها تحفة بجد. وده بيكون فيديو النهاردة، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.